قبل ما أبدأ أي حاجة، شايفين البيبي هير اللي طالع ده من الوصفة اللي أنا هاعملها معاكم النهارده. شايفين البيبي هير؟ عايزة أقول لكم إن هو وقّف لي التساقط من أول أسبوع. الوصفة بتاعتنا عبارة عن إيه؟ المكونات بتاعتها كلها عندنا في بيتنا، مش هتكلفك أي حاجة وهتقعد معاكِ فترة حلوة جدًا. المهم تمشي على الخطوات اللي أنا باقول لِك عليها. أنا جبت روزميري خدت منه معلقة كبيرة، والقرنفل طبعًا كلنا عارفينه، هتاخدي برضه منه معلقة كبيرة أو حوالي 15 عود من القرنفل. يبقى أنا حطيت روزميري معلقة كبيرة جدًا، وخدت قرنفل، وهاخد 10 ورقات من الورق اللورا، وحبة البركة برضه معلقة كبيرة. أنا كنت جايبة ب5 جنيه، يعني هتاخدي منهم حبة حلوين، معلقة كبيرة. الوصفة بتاعتي كانت عبارة عن إيه؟ ورق لورا، روزميري، وكمان قرنفل وحبة البركة. الوصفة دي مش قادرة أقول لكم على جمالها. هتحطي عليها كوبايتين مية وهتسيبيها تغلي غلوتين وتقفلي عليها. بتطول لك الشعر جدا، بتنبت لك الفراغات. حاجة مهمة جدا، أول ما تطلع من على النار غطيها بأي غطا عندك عشان الزيوت بتاعتها ما تطيرش، وده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين فوائد الأعشاب اللي احنا استخدمناها دي. فلما تغطيها هتحتفظي بكل الزيوت الطيارة بقى وبكل حاجة بتاعتها. هتسيبيها تبرد حوالي ساعة وانتي مغطياها، وتبدأي بقى تحطيها في بخاخة عندك تكون نضيفة، تكوني معقماها وتكون نضيفة. هتحطيها فيها. خطوة مهمة جدا جدا لازم تعمليها لو انتي، طبعا في ناس جربوها وعارفة ان هي بتنشف الشعر شوية وبتهيش الشعر شوية، مفيش مشكلة. شايفين زيت جوز الهند؟ اي زيت جوز هند عندك. انا عندي اللي هو النرجلي ده، العلبة الصفيح. هتحطي يعني نص الازازة من الوصفة بتاعتنا، والنص التاني من زيت جوز الهند. زيت جوز الهند هنا وظيفته ايه؟ ان هو ما يخليش شعرك ينشف معاكي. هتستخدميها الصبح وبالليل وعلى شعرك وتعملي مساج للشعر. ده كان شكل الوصفة بتاعتنا. شوية قرنفل، على شوية حبة بركة، على روزميري، على ورق لورا كان 10 ورقات، وغليتهم سبتهم يغلوا خلوتين بس. وبعد كده اهم حاجة ان انا اغطيها، وبدأت ان انا استخدمها يوميا. النتيجة فظيعة بجد. انت من اول اسبوع هتلاقي تساقط وقف معاكي، قل حتى تدريجا. واهم حاجة ان احنا ما يكونش عندنا انيميا، وناخد فيتامين كويس لو احنا عندنا انيميا عشان الوصفة تجيب معانا نتيجة حلوة. بنستخدمها الصبح وبالليل. الحد الاقصى لاستخدامها 3 شهور فقط، ما نكررهاش تاني بعد 3 شهور. انت اصلا من اول شهر هتشوفي نتيجة حلوة. هتطول لك شعرك، بتوقف لك التساقط، بتنبت لك الفراغات، وكلها مكونات من البيت عندك. انتوا شايفين الشعر اللي طالع، البيبي هير اللي طالع ده من الوصفة دي. انا لسه ما استخدمتش اي زيوت، انا عملتها عشان تنقذ الموقف. بتنشف الشعر، بس انا قلت لك التركية اللي ما تخليهاش تنشف لك شعرك. والحبة اللي باقيين دول اوعي ترميهم، احتفظي بيهم واستخدميهم، لان هي البخاخة هتخلص معاكي لو البخاخة صغيرة. البخاخة بتاعتنا بنغيرها كل اسبوع، يعني كل اسبوع نعمل بخاخة جديدة عشان نشوف نتيجة حلوة.